بيبدأ فيلمنا بالولاد وهم داخلين الدراسة في آخر سنة في المدرسة الابتدائي، فرحانين إنهم خلاص هيكونوا كبار المدرسة ومحدش قدهم. بنشوف كل واحد منهم بيفكر في اللي هيعمله علشان يحقق أحلامه آخر السنة. وفي أول يوم دراسة أهالي الولاد بيوصلوهم المدرسة، وبيفرحوا الأولاد لأن فصلهم راح للدور التاني عشان هم كبروا خلاص. فلما بيدخلوا الفصل بنشوف صندوق شفاف فيه سحلية، وبنعرف إن اسمها ليو، والسلحفة اسمها سكورتل، وبنعرف إن كل فصل فيه حيوانات أليفة خاصة بيه. ليو والسلحفة كانوا زهقانين من حبستهم في الفصل ده من سنين. كمان بيقولوا لبعض إن كل سنة بيجي للفصل أولاد جداد وهم لسه في مكانهم اللي ما بيتغيرش. بتدخل مدرسة الفصل واسمها ساليناس، وكل الأولاد بيحبوها، فبتقول لهم إن في مكافأة آخر السنة لأحسن وأشطر فصل في المدرسة. وبتكون المكافأة عبارة عن رحلة لمدينة الملاهي ماجيك لاند. في نفس الوقت ده بيكون مدير المدرسة عامل اجتماع لأهالي أولاد الفصل ده، وبيبلغهم إن ساليناس مش هتكمل السنة مع الولاد لأنها حامل ومحتاجة للراحة. الأهالي كلهم بيتضايقوا، وقالوا إن الحكاية دي اتكررت مع الأولاد في سنة تالتة لما كانت ساليناس في أجازة ولادة برضه. في نفس الوقت ده بيكونوا الأهالي بلغوا أولادهم بخبر أجازة ساليناس. الأولاد بيزعلوا جدا وبيفكروا هيعملوا إيه مع المدرسة الجديدة. بعد الاجتماع بيقف 2 من أهالي الأولاد جنب بيت ليو السلحفة، وبيقول واحد منهم إن السحلية بيوصل عمرها ل75 سنة. فبيسأل ليو السلحفة وبيقولها هو عايش من كام سنة، فبتطمنه وبتقوله لسه بدري عليك. وبيكون ليو زهق من المكان ده ونفسه يخرج منه أو يغيره، فبيطلع لسانه من فتحة في الصندوق وبيضرب جرس الحريق. فكل الفصل بيخرج الأولاد والحيوانات الأليفة بره. بيستغل ليو الفرصة تجمع كل الحيوانات معاه، وبيروح للأرنب اللي شاطر في الرياضة، وده عشان هو موجود أصلا في فصل الرياضة. فبيسألوا ليو هو اتولد سنة 1949، يبقى دلوقتي عنده كام سنة؟ فبيقولوا الأرنب عندك 74 سنة. فبيفتكر كلام الراجل إن عمر السلحفة 75 سنة، فبيعرف إنه هيعيش كمان سنة واحدة بس. فبيحزن عشان هو حاسس إنه ما عملش كل حاجة كان نفسه يعملها، وإنه محبوس في الفصل ده من زمان. وفجأة بتدخل الفصل المدرسة الجديدة مالكين، وبتكون ست كبيرة في السن وطريقتها في التدريس قديمة. فكل الولاد بيخافوا منها وبيقولوا لساليناس ما تسيبهمش، لكنها بتعتذر لهم وتقول لهم إنها محتاجة للراحة. فبتطردها مالكين من الفصل وبتقول للأولاد إن كل ويك إند واحد منكم ياخد حيوان أليف معاه البيت. وبتقول مالكين إن اللي هياخد حيوان لازم يرجعه عايش وسليم، وبتطلع صندوق من شنطتها بيكون فيه حيوان ميت. فكل الأولاد بيخافوا منها ما عدا سمر. هي بنت شاطرة بس رغاية جدا ومحدش بيستحمل رغيها. البنت بتتكلم مع مالكين كتير لحد ما تتخنق منها وبتقول لها تختار الحيوان بسرعة. فبتختار البنت تاخد السحلية. وقتها بيفرح ليو علشان أخيرا هيخرج من الفصل ده، وبيودع السلحفة لأنه ناوي ما يرجعش الفصل تاني. وفعلا بيروح ليو بيت سمر ويستغل فرصة وجودها مع أهلها وبيخرج من الصندوق. بيحاول يهرب ويمشي على الحيطة علشان يخرج من الشباك، لكن حظه وحش وبيقع في علبة المناديل، والموضوع بياخد منه وقت كبير. بتطلع سمر وبتتفاجئ إنه مش في الصندوق، فبتدور عليه في كل مكان في الأوضة. بيكون ليو في الوقت ده على الستارة، فلما بتيجي سمر تفتح الستارة علشان تدور عليه بتوقعه على المكتب. في الوقت ده بيتكلم ليو عشان سمر تعرف مكانه. فبتستغرب سمر وبتبص على ليو، وكانت بتقول هو الصوت جاي منين؟ فبتتفاجئ سمر انه بيتكلم وبتجري عشان تقول لمامتها، لكن ليو بينط عليها وبيطلب منها انها ما تقولش لحد السر ده، عشان لو حد عرف هياخدوه ويعملوا عليه تجارب وهيتبهدل. فوعدته انها مش هتقول لحد. سمر كانت فرحانة انها لقت حد يتكلم معاها، لانه ما حدش بيحب يكلمها بسبب انها رغاية، ولما بتتكلم مع حد بينام منها، وعشان كده ملهاش صحاب. فبينصحها ليو إنها ممكن تسأل صحابها بدل ما تتكلم، علشان تدي صحابها فرصة يتكلموا عن نفسهم. فبتقتنع سمر والحكاية دي بتنفع معاها. تاني يوم بترجع سمر ليو للمدرسة، لكن السلحفة بتقعد تتريق عليه عشان المفروض إن ليو قال لها إنه هيهرب. وبتستغرب إن سمر بتنده عليه باسم الدلع ليو. وسمر كانت عايزة تاخد ليو معاها البيت تاني، لكن المدرسة موافقتش وقالت حد تاني ياخده. فبيطلب إيلاي إنه ياخده معاه وبتوافق مالكين. فبيروح إيلاي يركب العربية، وبيكون مع إيلاي روبوت بيساعده في كل حاجة. وبتيجي سمر تطلب من إيلاي إنها تبقى تزوره علشان تشوف ليو، لكن الروبوت بيبعدها علشان درجة حرارتها عالية. وبيدخل إيلاي العربية والروبوت بيربط له حزام الأمان. ولما بيوصلوا البيت بيشوف ليو الروبوت عمال يعقم في المكان، وبيحس ان إيلاي مخنوق ومش عايش على راحته زي كل اصحابه. فلما مامة إيلاي بتندهه علشان ياكل بيفرح ليو وبيخرج من الصندوق علشان يهرب،
لكن بيتفاجئ بأجهزة كهربائية بتسحبه، ولما بيحاول يهرب منهم بينزل في مدينة من المكعبات وبيقع منها، وبيجي روبوت على شكل مكنسة بيشفطه وبيقطع ديله. وقتها بيرجع إيلاي وبيلاقي مدينة المكعبات واقعة، فبيسأل مين اللي بهدل الدنيا كده؟ فبيقول ليو إنه مش هو، وإن اللي عمل كده الروبوتات. فبيستغرب إيلاي إنه بيتكلم، فبيفهمه ليو إنه هو الوحيد اللي يقدر يسمعه لأنه مميز، وإنه ما يقولش لحد، وهو ده نفس الكلام اللي قاله لسمر. فبيوعده إيلاي إنه مش هيقول لحد، وبيشتكيله من معاملة أهله ليه، وإنه بيخافوا عليه أكتر من اللزوم لدرجة إنه حاسس إنه محبوس، وإن الروبوت بيراقبه طول اليوم. فبيقوله ليو إن يكتب للروبوت رسالة يشرح له فيها إنه محتاج يحس بحريته شوية. وفعلا إيلاي بيكتب الرسالة، ولما الروبوت بيقراها وبيتأثر بيزعل لدرجة إنه بيرمي نفسه في سلة الزبالة. بعد كده ليو وإيلاي بيبقوا صحاب، وإيلاي بيحبه وبيتعلق بيه، ولما بيرجعوا الفصل بيرجعوا إيلاي في بيته وبيقوله سلام يا ليو. فبتستغرب السلحفة وبتسأل ليه الأطفال بتحبه وبيندهوله باسم الدلع، فبيقول لها ليو إنه ما يعرفش. وبنروح لبنت اسمها جايدة، وإنها بتعزم عدد معين من الفصل على حفلة عيد ميلادها لأنها مش بتكلم كل الطلاب. ولما بتطلب مالكين حد ياخد حيوان أليف، فبيقول إيلاي إنه عايز ياخد ليو، لكن سمر بتعترض وقالت لمالكين إن إيلاي أخد ليو مرة، فلو ينفع ياخده تاني هي كمان عايزة تاخده تاني. فساعتها بتقرر جايدة إنها تاخد ليو معاها لبيتها. ولما بيوصلوا البيت بيعرف ليو إن جايدة من عيلة غنية جدا، بس بيحس إن جايدة مش سعيدة بحياتها. فلما بترجع أوضتها بيقول لها ليو إنها مش سعيدة عشان إنها شايفة نفسها أحسن من الناس كلها مع إنها عادية جدا. فبتستغرب جايدة إنه بيتكلم، وطبعا كالعادة بيقول لها ليو إنها الوحيدة اللي بتقدر تسمعه، وإن ده سر ما تقولش عليه لحد. كمان بينصحها إنها تتواضع علشان الناس تحبها وتقرب منها وتكون صداقات. فبتقرر جايدة إنها تسمع كلام ليو وتعزم كل الفصل على عيد ميلادها. فبيوافق باباها وبيجي كل الفصل الحفلة، وبتكون جايدة مبسوطة، وكمان الحفلة كانت جميلة جدا. وأبو جايدة كان جايب في الحفلة حيوانات من السيرك، وقعد ليو يكلم الحصان وبيسأله هو متضايق ليه. فبيقوله إنه هو وكل الحيوانات مخنوقين من الحبسة دي. وبتيجي جايدة وبتسأل ليو بيكلم الحصان في إيه، فبيقول إن الحيوانات مش مبسوطين. فبتقرر هي واصحابها يساعدوا الحيوانات على الهروب، وفعلا بيهربوا. كمان ليو حاول يهرب لكنه فشل ووقع على الأرض، وجايدة مسكته واتصورت معاه. ولما بيرجع ليو الفصل بيسألوا السلحفة عن اللي حصل المرة دي، فبيقول لها ليو إنه معرفش يهرب. وبنشوف كل الطلاب بيحبوا ليو وبيدوله أكل قبل ما يمشوا، لكن جايدة بتديله تليفون علشان يكلمها. فبيعرف السلحفة إنه ليو اتكلم قدامهم عشان كده بيحبوه. فبيقولوا ليو إنه فعلا عمل كده عشان عرف إن الأطفال بيتغيروا علشانه، وإنهم محتاجين حد يفهمهم ويحتويهم زي كل اللي كان محتاج حد يتكلم معاه. كمان مايا اللي عندها مشاكل بسبب طلاق أبوها وأمها، وليو اتكلم معاها وحكى لها حدوتة قبل النوم زي جدها وقدر يفرحها. لكن السلحفة بتقوله إنه غلط إنه يقول للأولاد إنه بيتكلم. فبيعرفها ليو إنه مفهم كل واحد إنه بيتكلم معاه هو بس، ومحدش منهم يعرف إنه بيتكلم عادي زي كل الناس. في نفس اليوم بتطلب مالكين إن حد ياخد حيوان أليف معاه، فبيكون فاضل ولد اسمه أنتوني، وبيستخبى السلحفة تحت غطا، وبيروح مع ليو ويتكلم هو مع أنتوني زي ليو ما بيعمل. لكن أنتوني مش بيفهم حاجة من السلحفة وبيحس إنه متلخبط، فبيضطر ليو يخرج ويكلم أنتوني، وبيقوله إنه طفل مميز فعلا، وإنه لازم يستمتع بطفولته ويبطل تنمر ويتعامل بأسلوب يكون مناسب لعمره. فلما بيرجعوا بعد كده الفصل بيكونوا الطلبة كلهم أخدوا ليو معاهم البيت، وبتقول مالكين إنهم دلوقتي هياخدوا السلحفة، لكن كل الطلاب عايزين ياخدوا ليو تاني، وبيوعدوا مالكين إنهم هيذاكروا وهيبقوا كويسين لو وافقت. فبتستغل مالكين حبهم لليو وبتطلب منهم إنهم لازم ينجحوا بأعلى الدرجات، وكمان يفوزوا بمسابقة أحسن فصل علشان توافق. فعلا الطلاب بيتغيروا للأحسن، فبيذاكروا كويس وبيسمعوا كلام مالكين في كل حاجة. المدير بيشكر مالكين وبيقول لها إن الأهالي حسوا إن أولادهم اتغيروا من ساعة ما اشتغلتي معاهم، وبيقول لها لو استمرت على كده لآخر السنة هتشتغل معاهم بشكل مستمر وثابت في المدرسة من السنة اللي جاية. في الوقت ده بيكونوا الطلاب بيكلموا ليو على التليفون، وبتكون المكالمات كتيرة جدا. فبيعرض السلحفة إنه يساعده ويرد على شوية مكالمات، وبياخد التليفون وبيصور ليو لايف وهو بيتكلم مع واحد من الطلاب. فبيعرفوا الطلاب إن ليو بيكلم كل الطلاب عادي، مش مع حد مميز ولا حاجة، وهو كده خدعهم وبيزعلوا منه. لكن ليو بيدافع عن نفسه ويقول لهم إنه حاول يساعدهم ويحل مشاكلهم ويغير حياتهم للأحسن، لكن الطلاب بيكونوا منهارين علشان حسوا إنه هو ضحك عليهم. بتدخل مالكين وبتشوف اللي بيحصل ده، لكن مش بتتدخل.
في نفس اليوم بالليل مالكين بتاخد ليو معاها البيت وبتقوله إنها كانت طالبة في المدرسة دي وبتفكره بنفسها. كمان كانت بتشتكيله إنها تعبت من إنها تكون مدرسة بديلة، فبيقول لها لو الولاد كلهم نجحوا بدرجات عالية هيكون ده كويس وهيساعدها إنها تشتغل في المدرسة بمرتب كويس ثابت. وفعلا مالكين بتساعد الطلاب وبتاخد ليو وتحطه في جيبها علشان يحضروا الحفلة. بيتفوقوا الأولاد وبيفوزوا بالمسابقة، وبيشكروا الأهالي مالكين على تعبها مع الأولاد وإنها فعلا قدرت تغيرهم للأحسن. في نهاية الحفلة بتاخد مالكين ليو معاها العربية، فبيسألها ليو إيه اللي حصل في الحفلة، فبتقوله إن الأولاد خسروا وبيقولوا إنك السبب ومحدش منهم عايز يشوفك تاني. بيتصدم ليو وبيكون مش مصدق نفسه، لكن مالكين بتدخل حديقة حيوان وبترمي ليو وبتقوله إنها مش هتسمح له ياخد المجد منها بعد ما تعبت ووصلت للي هي عايزاه. وبيفضل ليو ينده عليها ويقول لها إنه كده ممكن يموت، لكنها بتسيبه وتمشي. تاني يوم في المدرسة الطلاب كانوا بيدوروا على ليو في الفصل وبيتفاجئوا إنه مش موجود، وبتقول لهم مالكين إنه سايب لهم رسالة، وبتطلع رسالة بتاعتها أصلا لكن بتقول إنه ليو هو اللي كاتبها. وبتقرأ الرسالة وبتقول إن ليو حب يسيبهم مع الأستاذة مالكين عشان هي تعبت معاهم وساعدتهم وإنهم لازم يسمعوا كلامها. الطلاب بيزعلوا لما بيسمعوا الرسالة وبيقولوا إنه كان مفروض يسلم عليهم قبل ما يمشي، لكن مالكين بتقول لهم يستعدوا علشان هيروحوا رحلة ماجيك لاند ويستمتعوا بوقتهم. وفعلا بيركبوا الباص بتاع الرحلة علشان يروحوا على الملاهي. في الوقت ده بيحس السلحفة بالذنب وإنه السبب في كل اللي حصل، فبيمسك موبايل إيلاي اللي كان سايبه لليو وبيكلم الروبوت وبيطلب منه يجي وبيخليه ياخده بسرعة ويروحوا على الباص بتاع الرحلة. بيدخلوا من شباك العربية وبيقول لهم إن مالكين هي سبب اختفاء ليو لأنها أخدته وما يعرفش ودته فين. كمان بيعرفهم إن ليو كان بيعمل معاهم كده عشان قرب يموت وكان عايز يساعدهم. كل الطلاب بيسألوا مالكين هي فين ودت ليو، وتعترف إنها سابته في حديقة الحيوان، فبيقولوا لها إنها لازم ينقذوه. ومالكين بتسمع كلامهم وبتقول للسواق يروح على حديقة الحيوان، لكن السواق بيقول ممنوع وإن رحلته لماجيك لاند، وبيتخانقوا معاه لكنه بيصمم يروح لماجيك لاند. في الوقت ده بيحاول ليو يتعرف على السحالي اللي في الحديقة، لكن محدش بيكون عايز يتكلم معاه، فبيخاف منهم جدا وبيحس إنهم عاوزين يموتوه. وفعلا بتتجمع الحيوانات كلها عليه وبيضربوه لحد ما بيجي الحصان اللي كان ليو أنقذه في حفلة عيد ميلاد جايدا، وبيقول لهم إن ليو ده هو اللي أنقذه وكل الحيوانات اللي كانت معاه، وبيقول لهم يسيبوه. في الوقت ده بيوصلوا الولاد لماجيك لاند وبينزلوا من الباص وبيعملوا إنهم بيشتروا الحلويات، وبيتفقوا سوا وبيجروا يركبوا الباص علشان يروحوا ليو في حديقة الحيوان. في نفس الوقت بيكون ليو بيتكلم مع السحالي اللي في حديقة الحيوان وبيقول لهم إنه قرب يموت، فبيسألوه أنت عندك كام سنة؟ فبيقول لهم 74 سنة. فقالوا له إن فيهم سحلية عمرها 110 سنة وممكن يعيشوا أكتر من كده طالما مفيش تمساح أكلهم. فبيفرح ليو جدا وبيحتفل مع الحيوانات، وبيقرر الحصان والحيوانات صحابه يساعدوه ويخرجوه من الحديقة. لكن فجأة بتهاجمهم التماسيح، فيهرب كل الحيوانات ومش بيفضل غير ليو لوحده وبيبقى مش عارف يعمل ايه. في الوقت ده بيوصل الأولاد بالباص، وبيكون الباص ماشي بيخبط في الشجر شمال ويمين عشان الولد اللي سايق مش بيعرف يسوق كويس. أول ما التماسيح بتشوف الباص وحواليه أشجار من كل ناحية بيفتكروا إنه حيوان عملاق، فبيهربوا بسرعة. وبينزلوا الأولاد بيدوروا على ليو، فبيلاقوه مغير جلده وبيزعلوا عشان بيفتكروا إنه مات. لكن بيوصل ليو وبيفرحوا لما يعرفوا إنه لسه عايش وبيحضنوه، فبيعتذر ليهم عشان كذب عليهم، لكن كان هو قاصد يساعدهم ويغير حياتهم للأحسن. وبيرجعوا كلهم للمدرسة وبيلاقوا ساليناس رجعت للفصل ومعاها البيبي وبيفرحوا بيه. بعدها بينزلوا يحتفلوا بنجاحهم، وكل الطلاب بيودعوا ليو والسلحفة لأنهم هيروحوا مدرسة إعدادي جديدة. وبيعرض المدير على مالكين تشتغل معاهم بشكل مستمر، فبتوافق بشرط إن ليو والسلحفة يبقوا معاها على طول. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيلم جديد. ولو حابين تشوفوا أي فيلم اكتبوا لنا في التعليقات.